وكانوا بيقولوا ايه على الحضري، وكانوا بيقولوا مش اي لعيب بقى عقد وبتاع، احنا كده هنبوظ الكرة في مصر. ودلوقتي جبت لكم امام عاشور عملوا ايه، ولجنة الاستئناف عملت ايه، واتحاد الكرة رد قال ايه، وكله قال لا يمكن يلعب. واتفرجوا على تصريحات وليد العطار وتصريحات المستشار عادل الشرباجي على وليد العطار بيقول لا يلعب، ومع امام عاشور ما يلعبش. هو مين اللي بيتخذ القرارات يا جماعه؟ هما مش نفس الاشخاص؟ هي مش نفس اللوائح؟ هي مش في نفس القوانين؟ ولا كل واحد على المزاج؟ جماعه بجد، هو انا اقعد اقرف نفسي ليه؟ هو انا اقعد اتشتم ليه؟ هو انا ما اجي اقول الحق والعدل بتشتم ليه؟ ليه بتشتم؟ هو لازم الواحد يبقى مماين يمشي مع الرايجه يلعب على مشاعر الجماهير؟ اهو على الحاله دي من ساعه ما كهربا سابهم ومشي، من ساعه ما نيني سابهم جاب لهم هبوط في الزعبوط، وزي ما انت شايف كده. لا لا يا حبيبي، بيراميدز اقوى من الرجاء فنيا، ده اقوى. بيراميدز اقوى من الرجاء؟ طبعا، طبعا. بس هي عوامل تانية اللي خلت الجيم. اولا ده ماتش انت عارف بينه وبين النادي الاهلي بيبقى ايه؟ اللعيبه نازله في حميه، في تركيز، في دوافع كتيره، ونهائي كاس مصر. تمام. واخد بالك؟ انت دلوقتي اتفاجئت بمستوى الرجاء ان هو اللي بيضغط. عقبال ما دخلت في الجيم كان بعد ربع ساعه، يعني لو اتخطف جون والتاني الموضوع كان فلت. فانت الحمد لله ان ما حصلش الكلام ده. بدات ترجع المباراه، بدا الجمهور يهيج، بدا يصحصح اللعيبه، بدات اللعيبه ما فيش خطوره قوي، بس ما خلتش الخطوره تاني على مرمى النادي الاهلي. يمكن بعد الكره اللي هي الانفراد دي ما شفناش الشناوي طول الشوط الاولاني. صحيح. واخد بالك؟ فانا بقول ان ما فيش حاجه اسمها اسيب الاستحواذ، ما ينفعش. ده انا ماتش عندي وانا لازم ادي ايحاء للجماهير اللي جايه دي. مش هقول لك بقى اللي قدام الشاشات. الجماهير معوج جول واحد اللعيبه دي مش متعوده على الجماهير. يا عم سيبك بقى من الكلام ده، سيبك من الكلام ده بقى وسيبني في احزاني. اكتر ما كابتن رضا كسبنا ني